السلام عليكم، مساء الخير. كثير منكم يحب اني انزل مواضيع عن الفضاء وعن الاكوان وعن المجرات والكواكب، وهذا موضوع جميل جدا. فراح اعطيكم الان اخر ما توصل اليه العلماء عن الكون، ملخصة في 8 اجوبة، يعني 8 اجوبة تشرح لك كل شيء يعرفوه عن الكون. كم يبلغ حجم الكون؟ الإجابة: لا يعلم أحد بالضبط مقدار حجم الكون. يقول العلماء أن الكون لا نهائي. عند النظر من سطح الأرض للكون فإننا نراه كروي الشكل، ويبلغ نصف قطره حوالي 46 مليون سنة ضوئية، وذلك عند أكبر امتداد للفضاء، عند أبعد نجم ممكن رؤيته حتى الآن. يعني هذا القياس من أبعد نجم ممكن أو شافوه إلى الآن. ما هو شكل الكون؟ لا أحد على وجه الدقة يعلم إذا ما كان الكون مسطحا دائري، إذا ما كان مفتوحا أو مغلقا. مما يتكون الكون: حوالي 73% من الكون تتكون من الطاقة المظلمة، وهي أحد أشكال الطاقة الافتراضية التي تملأ الفضاء وتملك ضغطا بالسالب. هذا الضغط السالب هو ضغط معاكس للجاذبية في المقاييس الكبيرة، وهو تفسير ملائم. حوالي 23% من الكون عبارة عن المادة المظلمة، وهي مادة تم افتراضها لتفسير جزء كبير من مجموع كتلة الكون. أقل من 4% من الكون عبارة عن جزيئيات هيليوم وهيدروجين حرة. النسبة الباقية من الكون والتي تمثل أقل من 1% من الكون تمثل كل من النجوم والعناصر الثقيلة مثل الحديد ونيوترونات. هل هناك كون واحد أم أكوان متعددة؟ العديد من النظريات الحديثة تشير إلى وجود أكوان متعددة وليس كون واحد. هذه الأكوان تختلف عن كوننا الخاص بسبب اختلاف الثوابت الفيزيائية من كون لآخر. أحيانا يطلق على الأكوان المتعددة باسم الأكوان الموازية. كيف نشأ الكون؟ الإجابة علمية بحتة. نظرية الانفجار العظيم هي أقرب نظرية معتمدة حاليا لتفسير نشأة الكون. هذه النظرية أن الكون نشأ من نقطة واحدة شديدة الكثافة وشديدة الحرارة، تجمع فيها الكون كله بعد الانفجار الأولي. التمدد الأولي أخذت حرارة الكون في التناقص بشكل سمح بتواجد البروتونات والنيوترونات والإلكترونات، ما سمح بتكون الذرات. تقول النظرية أن أول نواة لذرة كانت بعد الانفجار ب3 دقائق فقط. كانت الذرة المتعادلة كهربيا لم تتكون إلا بعد مرور آلاف السنين. أول ذرات تكونت كانت في معظمها الهيدروجين إلى الهيليوم وكميات ضئيلة من الليثيوم، ثم بدأت غيوم هذه الذرات في الاندماج بفعل جاذبية حتى تكونت النجوم والمجرات. هل نحن بمفردنا في الكون؟ حتى الآن لم نتمكن من اكتشاف حياة بصورة واضحة على أي كوكب آخر أو في أي مجرة أخرى، لكن في مجرتنا يوجد عدد كبير من الشموس الشبيهة بشمسنا، حيث الشمس من 5 شموس منها تملك كوكبا شبيها بكوكب. ما هو عدد المجرات؟ وكم يبلغ عدد النجوم؟ يوجد في الكون ما يزيد عن 100 مليار مجرة في الكون المنظور لنا. المجرات الصغيرة تحتوي على متوسط 10 ملايين نجم، بينما المجرة العملاقة تحتوي على متوسط تريليون نجم. دراسة تمت عام 2010 أوضحت أن العدد التقريبي للنجوم يبلغ أكثر من مليون أس 3، أظن مليون أس 3 1 ام أس 3. يبلغ عمر الكون. كم عمر الكون؟ التقدير الحالي لعمر الكون يبلغ حوالي 13 مليار و789 مليون سنة، والتي خلالها تغير شكل الكون تدريجيا بالإضافة إلى تمدده المستمر إلى أن ينهار على نفسه في النهاية. أصدقائي، كنا مع 8 أجوبة اختصرت لنا الكون. يعطيكم ألف عافية على المتابعة. ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الإجراءات التالية: سبسكرايب، لايك، كومنت، فيفورت